النسخة الرابعة عشر من البطولة ستقام في الإمارات بمشاركة 7 فرق، من بينهم فرق عربية: الجزيرة الإماراتي والوداد المغربي، بالإضافة إلى الفرق الأخرى مثل أوكلاند سيتي النيوزيلندي وباتشوكا المكسيكي وغريمو البرازيلي وأوراوا الياباني، وأخيرا صاحب اللقب ريال مدريد الإسباني الذي سيحارب من أجل الحفاظ على اللقب. الفرق العربية لم تحظى باللقب منذ انطلاق هذه البطولة، ولعل الأمر يبدو صعبا نظرا لوجود فرق أقوى القارات، ولكن الوداد البيضاوي يحلم بتكرار الإنجاز المغربي الذي لم يستطع تحقيقه أي فريق عربي سوى الرجاء الذي استطاع أن يصل إلى النهائي عام 2013 وخسر أمام بايرن ميونخ. بالتأكيد إن الوداد البيضاوي سينظر إلى الرجاء كمثل أعلى له في البطولة رغم التنافس الشديد بينهما محليا. المستضيف الجزيرة الإماراتي حاله كحال الوداد، فكلاهما يشاركان للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة. الفريق الإماراتي سيفتتح المواجهة أمام أوكلاند سيتي ويتطلع لتحقيق إنجاز أفضل مما حققه شباب الأهلي دبي والوحدة في عام 2009 و2010. إذا مشاركة عربية كابتن مولود بالجزيرة الإماراتي بطل دوري الخليج العربي، والوداد المغربي بطل إفريقيا، وهو ثالث فريق مغربي يشارك في هذه البطولة بعد الرجاء البيضاوي الذي وصل للنهائي والمغرب التطواني. ونتحدث ربما عن حظوظ الوداد في هذه البطولة. حظوظ الوداد حظوظ يعني طبيعية بالنسبة لأي فريق يشارك في كأس العالم للأندية، وخصوصا في الإمارات. طموح كبير بالنسبة للاعبين، بالنسبة للمدرب، وبالتالي فالرجاء البيضاوي قدم يعني من خلال النسختين أنه على مستوى المشاركة في كأس العالم للأندية مستوى طيب. استطاع في المرة بالنسبة للرجاء أنه يصل إلى النهائي وينهزم أمام فريق بايرن ميونخ. الآن تواجد فريق الوداد البيضاوي بالمستوى اللي قدمه من خلال كأس أفريقيا للأندية، قدم مردود ممتاز، فريق متماسك، فريق يتحسن من مباراة إلى أخرى. أعتقد بأن طموح النادي، طموح الجماهير المغربية والودادية بالخصوص على أن يقدم الوداد أحسن ما لديه، خصوصا في المباراة الأولى أمام فريق باتشوكا المكسيكي. صحيح. نتذكر ربما أبطال مونديال العالم للأندية: كورنثيانز في 2000، ساو باولو في 2005، انترناسيونال في 2006، اي سي ميلان في 2007، مانشستر يونايتد في 2008، برشلونة إذا بطل 2009، انتر ميلان بطل 2010، برشلونة يعود في 2011، كورنثيانز بطل 2012، بايرن ميونخ بطل 2013، ريال مدريد بطل 2014، برشلونة بطل 2015، وريال مدريد بطل نسخة 2016. إذا راح يكون كما ذكرنا 7 فرق بوجود فريقان عربيان: الجزيرة الإماراتي بطل كما ذكرنا دوري الخليج العربي، والوداد المغربي بطل إفريقيا. الجزيرة الإماراتي سيلاقي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، أما الوداد المغربي فسوف يلاقي باتشوكا المكسيكي.